من بين أزقة الموصل القديمة ومن ذاكرة الجامع الكبير خرج فنان حمل اللون رسالة، وحمل التراث الموصلي عشقا لا ينطفئ. إنه الفنان التشكيلي الرائد طارق أحمد عتو، الذي لم يكن الرسم عنده مهنة فحسب، بل حكاية عمر كاملة. ولد طارق أحمد عتو العباسي عام 1937 في منطقة الجامع الكبير بالموصل. لم يكتف الفنان طارق عتو بصناعة لوحته الخاصة، بل آمن بأن الفن رسالة تورث للأجيال، فعمل مدرسا لمادة الرسم في ثانوية تل كيف، وفي المدرسة العراقية للبنين بالموصل، كما حاضر في الدورات الصيفية لتعليم الموهوبين فن الرسم، وعمل معلما للخط العربي وخاصة خط الرقعة، ليجمع بين جمال اللون وأناقة الحرف. وكانت الموصل حاضرة دائما في أعماله، فشارك في مهرجان الربيع الشهير، وصمم ونفذ مواكبه منذ تأسيسه. وساهم الفنان طارق عتو في بناء المشهد التشكيلي الموصلي مبكرا، ففي عام 1962 شارك مع الفنان نجيب يونس في تأسيس نادي الفنون بالموصل، كما أسهم مع نخبة من فناني المدينة في تأسيس بيت الفن بمنطقة الدواسة، إلى جانب أسماء تركت بصمتها في الفن العراقي. وأقام معارض فنية عديدة في المدرسة الشرقية، ومركز الوسائل التعليمية، وكنيسة الساعة، وقاعة المجموعة الثقافية، لتصبح أعماله جزءا من ذاكرة الفن في الموصل. وعلى امتداد رحلته الطويلة حصد الفنان طارق عتو العديد من الجوائز وشهادات التقدير، فنال الجائزة الأولى في أول معرض بدار المعلمين الابتدائية، كما حصل على جوائز وتكريمات من المؤسسات التربوية والثقافية والفنية، وحصل على كتب شكر وتقدير من مديرية تربية نينوى ومن جهات رسمية وثقافية متعددة، وكان من أبرزها درع الامتياز والإبداع في المعرض الدولي للكتاب بمحافظة نينوى. لكن التقاعد لم يكن نهاية الرحلة، فالفنان الذي عاش مع اللون عقودا طويلة لم يتقاعد عن الرسم يوما، بل واصل توثيق معالم الموصل الحضارية وتراثها الشعبي وحياة أهلها الاجتماعية، لأن الموصل بالنسبة له ليست مدينة فحسب، بل ذاكرة تسري في دمه وعروقه. هكذا بقي الفنان التشكيلي الرائد طارق أحمد عتو وفيا للمدينة التي أحبها وللفن الذي آمن به، ريشة موصلية أصيلة حفظت ملامح المكان وقدمت للأجيال سيرة من الإبداع والعطاء والجمال.